أغرب طائفة على الإنترنت، وأنا مش جاي أكلمكم في ناس عندها معتقدات غريبة. الطائفة دي بتقدر تخلي الناس تغير جنسها وهم مقتنعين تماما إن هو ده الصح. طب ليه بيعملوا كده؟ أو إيه هي السلطة اللي بتخليهم يقدروا يتحكموا في الناس بالقوة دي؟ الموضوع ابتدى مع زوجين عايشين في أمريكا لما حبوا يعملوا محتوى على الإنترنت، والمحتوى بتاعهم إزاي تكتشف شريك حياتك. ومش بس كده، ده شريكك الروحي، علشان لو ما قدرتش تكتشف شريكك الروحي حياتك هتكون تعيسة للأبد ومش هتقدر تعيش بأريحية. وكان المحتوى بتاعهم اسمه اللهب التوأم، وكانوا بيعرفوا نفسهم إن هم معلمين روحانيين، وإن هم بيعرفوا في الطاقة الكونية وبيقدروا يعرفوا التوأم الروحي لأي شخص. يعني انت لو رحت لهم وسألتهم عن التوأم الروحي بتاعك هم هيعرفوه، وكل ده من خلال الشات بتاعهم في اللايفات. طبعا الموضوع يبان غريب عليك وانت مش فاهم حاجة. تعال بسط لك الموضوع علشان تفهم وكمان اشرح لك القصة. فكرتهم اللي كانت طالعة ان هم كانوا بيقولوا ان كل واحد فينا عنده شريك واحد بس، هو ده التوأم بتاعه، وده شريك الروح، وده بيكون مخلوق من نص روحك التاني، ولازما ان هو يلاقيه علشان يحصل ما بينهم الاتحاد المتناغم، وبعد كده يقدروا يعيشوا حياة سعيدة. ولو ما قدرش يعملوا كده حياتهم هتكون مأساوية جدا ومش هيعرفوا معنى الفرحة. طيب ازاي تعرف توأم روحك وانت ما عندكش اي خبرة؟ ببساطة بتروح عند جيف وشارية وهم بيعرفوا لك شريك حياتك من خلال حاجات بسيطة هم بيأمروك انك تعملها، وده من خلال الطاقة الكونية اللي هم علماء فيها زي ما بيدعوا. وطبعا مش عايز اقول لكم ان كل ده هبد زي علم الأبراج وعلم الفلك والحاجات دي كلها، بس الموضوع ده مختلف لأنه خطير وكارثي، لأن في ناس كتيرة بدأت تصدق الموضوع وبدأوا الناس تتواصل معاهم بجدية وقالوا لهم إن إزاي يكتشفوا شريك حياتهم وإن هم فعلا حياتهم تعيسة وعايزين يحسوا بالسعادة. بس الغريب إن الزوجين دول كانوا بيختاروا ناس عشوائية وبيجوزوهم لبعض، وكانوا بيقولوا لهم إن هو ده توأم روحك وإن حياتك مش هتكمل غير معاه، وإن ده لازم تكمل معاه للنهاية، ولازم تقنعوه إن هو يرتبط بيكم تحت أي ظرف. فناس كتيرة بدأت إن هي تنفذ الكلام ده، لكن الغريب في الأمر إن الناس اللي راحوا لهم ما كانوش مقتنعين أصلا بالكلام اللي هم بيقولوه. وفي كمان ناس كانوا متجوزين، وكمان الناس اللي كانت متجوزة كان بيحصل معاهم مشاكل كتير. فالناس بدأت تقول لهم إن أنا توأم روحك وإحنا لازم نتحد علشان نحس بالسعادة، فبدأوا يستغربوا وبدأت المشاكل تكتر. بس برغم كل ده الزوجين كانوا بيلحوا عليهم إن هم يحاولوا مرة واتنين وتلاتة وما ييأسوش، وبكده تحولوا لقصة مطاردة حقيقية، والأشخاص دي ما كانتش بتسلم منهم من شدة المضايقات والمطاردة اللي كانت بتحصل. واللي أسوأ من كده اللي قالوا لهم إن شريك حياتكم من نفس الجنس، وعلشان تتحدوا لازم تغير الجنس بتاعك. يعني لو انت راجل وشريك حياتك بقى راجل زيك فانت لازم تغير علشان تقدر تتجوزه. وفعلا كان في ناس كتيرة مقتنعة بالكلام اللي هم بيقولوه وبدأوا يغيروا جنسهم ومشوا ورا كلامهم، كل ده علشان يحققوا الاتحاد المثالي. وفي ناس بدأت تاخد الهرمونات وناس عملت عمليات جراحة، كل ده علشان مصدقين الاتحاد الروحي. وكل ده الزوجين ما كانوش بيعملوا حاجات عبثية وخلاص، لا ده كانوا ماشيين بنظام وبروتوكول معين، لأنهم عملوا صفحة وبدأوا يعلموا الناس إزاي يدوروا على شريك حياتهم، وبدأوا يعلموا الناس ويدوهم كورسات. بس كل ده ما كانش مجاني، كان بفلوس، وكانوا بياخدوا كمان مبالغ طائلة. ده كمان في ناس باعت كل اللي وراها واللي قدامها علشان يقدروا ياخدوا الكورس ده. وكل ده متوسط بتحت البحث اليائس عن توأم الروح. وزي ما قلت لكم برضو كان في ناس حياتهم اتدمرت بسبب الكلام ده. ففي ناس طلعت وقالت إن أي حد اتضرر من الناس دي يرفع عليهم دعوة قضائية واحنا معاهم وهندعمهم، لكن مفيش اي حد استجاب للامر. وفضلوا الزوجين دول مستمرين لحد الان، ولحد دلوقتي محدش مقتنع ان ده غسيل مخ بيحصل للناس، وان مفيش حاجة اسمها توأم الروح اللي لازم تدور عليه. كل حاجة بتيجي من توفيق من عند ربنا. ممكن انك انت ما توفقتش مع الشخص ده لان ربنا شايف لك الاصلح وشايلك الخير في مكان تاني، لكن الناس دي ما عندهاش المعتقدات دي ولا بتمشي ورا العقل والدين، لان هم اصلا مفتقدين الدين. ويتش توك ده مجتمع على التيك توك وبينزلوا فيديوهات غريبة. ليه؟ لأن الفيديوهات دي بتعلم السحر، والشيء ده منتشر في الغرب أكتر من منتشر عندنا، مع إن إحنا بنؤمن بالسحر أكتر منهم هم. والفيديوهات دي منتشرة في الغرب أكتر من هنا. ده منزلين أكتر من 8 مليون و700 ألف فيديو وأكتر من 30 مليار مشاهدة، كل ده على محتوى واحد، وكل الفيديوهات يعتبر مشابهة. أنت متخيل الرقم اللي بقوله لك؟
والأفكار والخرافات اللي بيروجوا عنها كتيرة جدا، ليه تعاويذ وطلاسم وحتى التاروت. استغفر الله العظيم، لا يعلم الغيب إلا الله، بس أنا بقولك الفيديوهات اللي منتشرة. وأغرب حاجة ممكن تشوفها مجتمع معين ومقفول على نفسه، وده بيعلم حاجات غريبة، وده الشعار بتاعه ورمز معين، وبيتشاركوا بيه فيما بينهم. السؤال هنا، الرموز دي بيستخدموها لإيه بالظبط؟ الإجابة إن الرموز دي بيستخدموها في أي حاجة أنت ممكن تتخيلها. يعني لو حابب تتعرف على صديق جديد لازم تستخدم الرمز ده، ولو حابب تلاقي وظيفة معينة لازم تستخدم الرمز ده. وعلى نفس المبدأ بيستخدموا الرموز دي في عدد مجالات كتير. في ناس بياخدوها ويطبعوها، وفي ناس تانية لازم ترسمها، وفي ناس تانية بتحط الصور دي على التليفون علشان يعملوا عليها الطقوس الشيطانية، ولازم يستخدموا بخور معين وشمع برضه معين. ولو هتخش تشوف التعليقات بتاعتهم هتلاقي التعليقات غريبة، لأن كان في تعليق لفت نظري وكان بيقول إن أنا ست مسنة وكنت بعاني من العجز، بس لما استخدمت التعويذة دي وفضلت إن أنا أكمل حياتي على نفس المنهج لقيت شبابي بيرجع لي، وبقيت أزداد جمال أكتر من الأول، وبقيت بهتم بالرموز اللي ليها علاقة بالجمال. وإحنا مش عايزين نخش في تفاصيل من العالم ده، لأن التفاصيل بتاعتهم غريبة وكل كلامهم تحس اللي جاي من عالم موازي مش تبعنا خالص، لأن هم بيربطوا أي حاجة بالسحر. أنت متخيل إن السلك لو اتلخفن في بعض أو اتشبك، الناس دي بتقول إن السحر هو اللي عمل كده، وده سحر الفوضى. مخهم متخيل إن أي حاجة بتحصل بسبب السحر، وإنك لو فضلت باصص على السلك ده مش هيتلخفن أو يتلعبك في بعض، لكن عينك أول ما تروح من عليه لازما اللي هو يتلخفن ويتلعبك، لأن هم بيقتنعوا إن السحر ده علم متقدم ومحدش قدر إن هو يكتشفه. ولهنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. ولو عجبك النوع ده من المحتوى يا ريت تدعمني بالاشتراك، ولو عجبك النوع ده من المحتوى يا ريت تشاركني رأيك في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.